السلام عليكم. طبعا بعد مرور يوم من ماتش الزمالك واتحاد العاصمه والهزيمه الدنيا تهدى شويه. طبعا جمهور الزمالك اكيد لسه زعلان، ده طبيعي، لكن في حاجات لازم الناس الحقيقه تبقى فاهماها. يعني جزء من المساله طبعا في اعلام والسوشيال ميديا اللي تابع للزمالك، طبعا برضه اعلام وتابع للاهلي، له يعني كل واحد له اتجاه. السوشيال ميديا الزمالك الحقيقه منقسم على قسمين. قسم بيقول لك لا عايزين نلم وعايزين ندعم الفرقه وعايزين ما نحبطش اللعيبه وعايزين نقدر وعايزين نتقدر والكلام ده. وجزء تاني بيقول لك لا ده حسام عبد المجيد خاين وعميل ومضى للاهلي واصله اللعيبه دي لازم يتعامل معاها، والمدرب اصلا جبان ومعتمد جمال جبان وخواف. الحقيقه ده كلام في سواء القسمين، الحقيقه كلام لا هيود ولا هيجيب. ده كله استهلاك محلي واستهلاك للجماهير لمده اسبوع قبل المباراه. انت ما كانش ابدا حد يتوقع لك انك توصل اصلا للخطوه دي حتى لو خسرت. والكلام على ان اتحاد العاصمه على فكره فريق ضعيف وال 12 في الدوري الجزائري ده كلام فارغ، ده فريق متاجله 6 ماتشات ب 18 نقطه. لو كسبهم هيبقى ترتيب مختلف. والجزائر على فكره فيها كوره وفيها دوري قوي، ولذلك شفت الجماهير بتبقى مقفله الاستاد، عندهم جمهور بيقفل الاستاد. فالجزائر فيها دوري جيد وفيها لعيبه كويسين، واحنا النهارده بنجيب اصلا لعيبه من تونس وبنجيب لعيبه من المغرب وبنجيب لعيبه من الجزائر. ما احنا ده احنا بنجيب اللعيبه بتاعتهم عندنا في الدوري عشان تقوي الفرق. فالناس دي عندها دوريات قويه وعندها منافسه كبيره جدا ما بين الفرق وعندها جماهير. شفنا احنا شباب بلوزداد الجماهير كان مقفل الاستاد، وشفنا اتحاد العاصمه الجماهير مقفل الاستاد، وفي فرق تانيه ليها جماهيريه برضه متقفل الاستاد. وبالتالي يعني لا، ما احنا ما بنشوفش ده في مصر. لا بنشوف الاتحاد مقفل الاستاد ولا المصري مقفل الاستاد ولا الزمالك مقفل الاستاد ولا الاهلي مقفل الاستاد. ما بنشوفش ده في مصر. احنا بنشوف ده في مصر؟ ما بنشوفوش. ده احنا بنفرح لما بنلاقي 10,000 واحد مشجع بيقول لك بيهتفوا في ماتش الزمالك ولا في ماتش الاهلي، نقول جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، والمدرج اصلا المدرجات اغلبها بتبقى فاضيه. فما نقللش من الفرق. واتحاد العاصمه فريق مش سيء، ما هواش ريال مدريد عشان بس ما، بس انت كمان مش ريال مدريد يعني، ما انت مش ريال مدريد. ونهضة بركان وصلت لقبل النهائي، والنهائي في دوري ابطال افريقيا هي بتاع خدت الكونفدراليه السنه اللي فاتت. فالكونفدراليه مش المسافه بينها وبين دوري ابطال افريقيا مش بعيده قوي يعني. بس في ناس فضلت تردد انها بطوله ضعيفه بطوله ضعيفه، يعني مش حقيقي الكلام ده، مش حقيقي. ونهضة بركان لما موجود في دوري الابطال ما هو كمل، ما طلعش يعني من الادوار الاوليه يعني. فمش يعني اتحاد العاصمه انا شايف ان هو فريق جيد. فريق طبعا كان بيلعب لعب مفتوح عشان على ارضه عايز يفوز، فكان في فرصه للزمالك انها بالتحولات تشكل خطوره. طبعا الكلام ده مش هيبقى موجود في مصر. اتحاد العاصمه في مصر يعني هو مش مستعجل ان هو يحط جون، وهيلعب هو على التحولات. يعني هيلعب، هيستناك طبعا في زون ديفنس غالبا، غالبا من نص الملعب، ويلعب هو على التحولات. فالكره بقت في ملعبه نسبيا. مطلوب ايه؟ مطلوب ان اعلام الجمال يبقى متوقع. هو ما توقعش ماتش شباب البلوزداد في اللي كان في القاهره، ما توقعوش، عشان كده الماتش طلع سيء. لازم هو يتوقع انه لا، اتحاد العاصمه هيلعب بتوازن كبير دفاعي. انت لازم تحضر هتعمل ايه لو الفرقه اللي قدامك قفلت ووقفت مستنياك تحت. احنا عندنا مشكله في الحكايه دي، الزمالك فيها مشكله كبيره جدا في الحكايه دي. الزمالك في ال 10 15 ماتش بتوع معتمد جمال بيلعبوا على التحولات، بيدوا الكره للفريق اللي قدامهم ويستنوا يلعبوا على التحولات. انت هتعمل ايه بقى؟ فرقه مش هتعمل معاك ده، دي هي هتديك الكوره وتقول لك تعالى بقى في ملعبي انا اللي هلعب لك على التحولات. انت بقى ساعتها هتعمل ايه؟ لازم تحضر. اتصور ان معتمد جمال هيبقى اكيد هيفكر في طريقه. طبعا الوقت ضيق انك انت تدرب اللعيبه على حاجات او جمل
هيبقى الوقت للاسف ممكن ما يسعفش، لكنه واللعيبه الحقيقه برضو يعني السكواد بتاع الزمالك ما فيش بديل اساسي يا جماعه. الزمالك بيلعب ب 14 15 نفر ما بيتغيروش، ما بيتغيروش. حتى التبديلات انت بتقعد السعيد عشان تنزل كايد، او تقعد كايد عشان يعني ما اللعيبه عددها يا دوبك على القد يعني. والحقيقه الارهاق واضح جدا لان مفيش روتيشن، انت ما عندكش اصلا سكواد تعمل بيه روتيشن وتريح لعيب، فما فيش. فبالتالي انت عندك اجهاد كبير جدا. اداره الزمالك انا رايي انها اداره موظفين. يعني انت ماتش سموحه انت مسافر، الزمالك مسافر اسكندريه ولاعب ماتش سموحه، انت مش عارف توفر طياره للجزائر؟ لا يا راجل، طب ما انت دفعت $70,000 عشان ماتش سيراميكا حكم اجنبي، وده صح ومهم. ما جاتش بقى على الطياره، ما الطياره ما هي ايه المشكله؟ ما دي بطوله ب $4 مليون بتضيعها عشان ايه؟ عشان 50 $60,000. انت لعيبتك مرهقه ولعيبتك ما فيش عندك سكواد عشان تريح حد وتلعب حد. فانت كاداره بقى قاعد تتفرج على ايه؟ ما اي حد من اعضاء مجلس الاداره دي يدفع المبلغ، ولما يبقى يكسب الكونفدراليه او حتى ما يكسبهاش، كده كده الزمالك هياخد $2 مليون، يبقى اخصم يا عم، يبقى خد يا عم فلوسك حطها في جيبك لما تيجي الفلوس. انما انت تسفر اللعيبه من اسكندريه للجزائر بطيران عادي وترجعه بطيران عادي عشان توفر ايه بس وتنقل ايه وتهبب ايه في حياتك؟ انت كاعضاء مجلس اداره بتهببوا ايه؟ انتوا موظفين، انا عارف ان انتوا موظفين وبتتحلوا بالتليفون، فبقى مش كده يعني.